القارة القطبية الجنوبية تعتبر من أكتر الأماكن في العالم غموض من بداية ما اكتشفوها سنة 1800 لحد وقتنا الحالي. ونظرا للظروف القاسية ودرجات الحرارة المنخفضة جدا ده خلاها قارة غير مأهولة بالسكان، وعشان كده بتدور حواليها أسرار وحكايات وألغاز لسه العالم مش عارف يحلها. ومن الألغاز دي البحيرات الجوفية تحت الجليد. بالرغم من طبقات التلج السميكة إلا أن العلماء اكتشفوا بحيرات جوفية تحت الجليد وعددهم 400 بحيرة، وأكبر بحيرة فيهم اسمها فستق، وهي تالت أكبر بحيرة على مستوى العالم. وبالرغم من كده بيعيش فيها كائنات حية، والغريب ان الكائنات دي لا شافت ضوء الشمس ولا الهواء طول حياتها، ومع ذلك بتنمو وبتطور من نفسها. البحيرة العميقة موجودة في القسم الشرقي من القارة القطبية الجنوبية على عمق 55 متر تحت مستوى سطح البحر، ومياهها مالحة جدا أكتر من مية المحيط ب20 مرة. شلالات الدم لونها عامل زي لون الدم بالظبط، والعلماء اكتشفوا ان اللون ده بيرجع الى انها شديدة الملوحة، ومع مرور الوقت بتزيد ملوحتها يوم بعد يوم، وعشان كده بتحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد، ولما بيلمس الهواء بيتعرض للأكسدة، وعشان كده لونها أحمر بالشكل ده. مخلوقات غير مألوفة. اكتشف العلماء عدد لا يحصى من الكائنات الحية اللي اتأقلمت مع درجات الحرارة المنخفضة، ومن أمثلة الحيوانات دي الحبار العملاق، والعناكب ذات الأرجل الطويلة، والقشريات، والميكروبات، والديدان العملاقة ذات الشعيرات الذهبية والأسنان الحادة. وكمان بتعيش هناك السمكة الشفافة العملاقة اللي عندها عيون كبيرة وأعضائها الداخلية باينة من بره. سلاسل جبلية تحت الجليد. العلماء هناك لاحظوا تغير في الجاذبية في منطقة معينة، فلما بحثوا أكتر اكتشفوا إن في سلسلة جبلية كاملة تحت الجليد وعمرها مليار سنة ولسه موجودة زي ما هي. غناء الجليد. العلماء اكتشفوا إن الجبل الجليدي رص لما الرياح بتمر من خلاله بتحصل اهتزازات صوتية وأنغام وكأنها صوت حزين، والأصوات دي بتتغير من وقت للتاني. المدينة المفقودة والأجسام الغريبة في القارة القطبية الجنوبية. العلماء لقوا دلائل كتيرة على إن كان في حياة موجودة في المكان ده، لأنهم لقوا هياكل عظمية غريبة وجماجم طويلة ما كانتش زي جماجم البشر، ده غير السفن الفضائية والأهرامات العجيبة، وده كله توثق بصور في رحلات ريتشارد بيرد. هسيب لكم الرابط من فوق. وكمان أجسام غريبة بتظهر كل شوية هناك، وبيتقال إن مدينة أطلانتا المفقودة موجودة هناك تحت جليد القارة القطبية الجنوبية. وكمان في إشاعات بتقول إن القائد هتلر هرب للقارة علشان يستخبى فيها خوفا من الحرب. هتفضل القارة القطبية الجنوبية أكتر مكان مليان أسرار في العالم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.